الشهيد المجاهد كامل حمدو باكير ولد في قرية الربيعة محافظة حماة عام 1881. هو مختار قرية الربيعة، وكان يلبي حاجة كل من يقصده. كان مناضلا شرسا في وجه الاحتلال الفرنسي، وكان يقوم بتشكيل مجموعات مقاتلة تهاجم معسكرات الجيش الفرنسي وقوافله. كان يقوم بتهريب السلاح إلى ثوار حماة وثورة إبراهيم هنانو وثورة الشيخ صالح العالي. دامت قوى الفرنسيين مكان وجوده، وأودع السجن في خان رستم باشا ليحاكم فيما بعد ويحكم عليه بالإعدام. عند صعوده إلى المشتقى نال بالشتائم والبصاق على الكابتن الفرنسي ميغ، كما قام بركل الكابتن برجله رغم أنه كان مقيدا، مما جعل الكابتن يقع على الأرض. وفي نفس الوقت جاء أمر إلى الكابتن بوقف إعدامه، إلا أن الكابتن لم يلتفت إلى الأمر وقام بتنفيذ الإعدام، وكان ذلك في عام 1921.